الآن في باب سنجار، وتحديدا في المجمع الطبي لباب سنجار. الآلاف من الأطنان، أطنان الأدوية. الغريب أنه أغلب هذه الأدوية هي أدوية جديدة. مثلا نشوف هذا الأنتيبيوتيك سيرب، هذا مصنوع شهر الثاني 2016 وينتهي شهر الثامن 2019. يعني وزارة الصحة العراقية تجهز المستشفيات اللي هي أصلا واقعة تحت سيطرة عصابات داعش الإجرامية بالأدوية، في حين تعاني مستشفيات الوسط والجنوب من نقص حاد وفاضح بالأدوية. آلاف من الأدوية والمستحضرات في العلاج في المجمع. احنا هنا نسأل، وأسئلتنا موجهة إلى وزارة الصحة العراقية، شلون مواد طبية مصنوعة توصل إلى مراكز طبية بالموصل تسيطر عليها عصابات داعش الإجرامية. انتاجها 2016 بس هي مسألة طبيعية، هي ما دام الرواتب التقاعدية توصل، ليش ما توصل المواد الطبية؟ رواتب تقاعدية، رواتبهم. وهذه المستشفى بعد أن حصرتهم وحاصرتهم قواتنا الأمنية فجرتها هاي العصابات وانهدمت. هذه مجموعة أخرى أيضا من الأدوية، طبعا كلها أدوية منتجة في 2016. ها؟ ما